أهلا وسهلا بيكم في بودكاست دكتور الشغل، البودكاست اللي بيهتم بصحة أي حد بيشتغل. أنا مصطفى الشاهد، مدرس طب المهن بجامعة عين شمس، وهشارك معاكم في كل حلقة نصائح عن صحتكم في مكان شغلكم. هنتكلم عن المخاطر والأمراض المهنية وإزاي نمنعها أو نعالجها. لو أنت بتشتغل فالبودكاست ده ليك. أهلا بيكم في حلقة جديدة من دكتور الشغل. النهاردة هنتكلم على موضوع خطير، مش مهم بس، هو مهم وخطير. النهاردة هنتكلم على هل الضغط في الشغل، الاسترس اللي بيجي علينا، هل ده ممكن يؤدي إلى أمراض عويصة؟ مش بس أمراض عويصة، هل ممكن يؤدي إلى الوفاة؟ عشان أتكلم على موضوع زي ده كان لازم أجيب حد إكسبرت في القصة دي. فمعايا النهاردة دكتور أحمد عادل، هو استشاري طب نفسي ومؤسس في شركة ورك بليس ويل بينج المتخصصة في المنتل هيلث في الورك بليس، أو الصحة النفسية في مجال العمل. وهنسأله بقى النهارده ونقول له هل ممكن فعلا الاسترس في الشغل يموت؟ قول لي يا دكتور حمد. مصطفى، اولا انا سعيد بوجودي معاك، والموضوع اللي انت اخترته موضوع مهم جدا. طبعا المجال خبرتي وعملي كطبيب نفسي، وانا مش طبيب نفسي بس بشتغل في العيادات النفسيه، انما انا كنت عندي الحظ ان انا ابقى طبيب نفسي في تخصص له علاقه بالتخصصات الطبيه الاخرى اللي هو الطب النفسي التواصلي. فانا موجود في المستشفيات، بعدي على المرضى في الرعايه، بشوف العيانين في اوقات صعبه، بساعد الاطباء في التخصصات التانيه في علاج المرضى، لان طبعا الطب دلوقتي المفهوم اللي احنا بندور عليه هو مفهوم الكواليتي اوف لايف وفكره الكومبريهنسيف ابروتش. البني ادم بيتعالج واحده واحده. خلينا نبدا، وخليني اقول المقدمه في الاول ان المخ والجسم، او لو احنا بنتكلم عن النفس والجسم، دول حاجتين متواصلين ببعض، واحنا ممكن نثبت التواصل ما بينهم بكذا شكل. يعني هل انت ممكن تبقى نفسيا مش كويس فجسمك يتعب؟ كلنا حسينا ده. كم واحد منا سمع خبر وحش او عدى حاجه صعبه، يوم صعب، ما اشتكاش مثلا ان هو مصدع؟ ابسط حاجه، كم واحد مننا قبل الامتحان وهو قلقان متوتر معدته كانت وجعاه او نفسه كانت مسدوده؟ تمام، ده مثال يقول لنا ازاي الامور النفسيه ممكن تاثر على الجسم. بالعكس، كم واحد عنده ألم مثلا أو وجع لأي سبب طبي، نفسيته بتبقى عاملة إزاي؟ بيتأثر إزاي؟ فالعلاقة ممكن تبقى رايح جاي. لما نيجي نرجع بقى لفكرة الأمراض وعلاقتها بالحالة النفسية، احنا طبعا السؤال اللي انت طرحته ده سؤال كبير جدا، وإجابته ممكن تاخد وقت طويل، بس طبعا في أمراض كتيرة عضوية ليها علاقة بالطب النفسي أو بالحالة النفسية. خلينا نختار جهاز جهاز كده في الجسم ونبدأ نتكلم عنه. تحب نتكلم مثلا على الكارديوفاسكولار ديزيز أو الجهاز الدوري، أمراض القلب؟ خليني اقول لك الاول على، يعني بما اننا جبنا قصه ان ده ممكن ياثر على ده وده ممكن ياثر على ده، ان كان في دراسه في 2020 اتنشرت، ويمكن بتكلم عليها كتير لانها مهمه جدا. كانت منظمه الصحه العالميه مع منظمه العمل الدوليه نزلوا كده احصائيه بالناس اللي ماتت في الشغل من التعرضات المختلفه. هم كانوش بيقولوا ستريس دايركت كده، بس كانوا بيقولوا لونج وركينج اورز، عدد ساعات الشغل الكتير، اللي هي يعني بين قوسين كده ممكن نقول انها ايه، ستريس. أحد كان أسباب الارقام الاسترس طبعا. بالظبط، فكانت الارقام مرعبه. الارقام كانت مرعبه. احنا كنا بنتكلموا في 750 الف وفاه في 16 سنه بس على مستوى العالم. كانوا بيتكلموا في، طبعا معظمهم جاي نتيجه الجهاز الدوري زي ما حضرتك هتشرح لنا دلوقتي، اللي هي السكتات الدماغيه والسكتات القلبيه. معاك بقى يا دكتور احمد، بعد ما خلصنا واستعرضنا الاحصائيات دي، يا ريت تقول لي ازاي بقى الاسترس او الضغط ده بيأثر على اجهزه الجسم المختلفه، وبيأثر عليها عن طريق ايه، وعشان في الاخر نقدر نتكلم على ازاي نحمي نفسنا. بس الاول نعرف احنا ممكن نتاثر ازاي. طبعا واحد من اهم اجهزه الجسم اللي ممكن تتاثر بالستريس، وطبعا الاكثر سببا للوفاه. واحنا اكيد كتير سمعنا عن ناس شباب ممكن يقعوا نتيجه ازمه قلبيه او كاردياك ارست، فيتوفوا فجاه في مكان شغلهم، او حتى في مكان الملاعب الكوره دلوقتي بقى فيها الحاجات دي. احنا كلنا تابعنا الحادثه اللي كانت موجوده من فتره في مصر، لاعبي الكوره اللي سقط في الملعب. فازاي نقدر نفسر تاثير الضغوط على القلب؟ طبعا الضغوط واحده من الحاجات اللي بتاثر مش بس على القلب، على الشرايين كمان. لو احنا قلنا ان واحد من التاثيرات المباشره اللي ممكن تحصل على القلب هي زياده معدلات ضربات القلب وزياده ارتفاع ضغط الدم، وده ممكن يبقى مبرر بشكل واضح جدا مع الضغوط الحاده او الاكيوت ستريس، لأن فيه هرمونات أو موصلات كيميائية بتطلع في المخ ينتج عنها زيادة في هرمونات التوتر اللي هي زي النور إبنفرين والإبنفرين، ودي حاجة بتطلع في الأكيوت ستريس، وبالتالي ضربات القلب بتزيد وممكن الضغط يعلى. ودي حاجة ممكن تؤدي طبعا
لسكتات قلبية. بشكل تاني، الضغوط المستمرة واحدة من الحاجات اللي ليها مرتبطة بشكل كبير جدا إنها بتعمل بعض الالتهابات في الأوعية الدموية، وبالتالي ممكن ينتج عن التهاب الأوعية الدموية ده إن يكون زي جلطات. وده ممكن يكون مؤشر أو مبادئ حد عنده استعداد طبعا إن يجيله ضيق في الشرايين التاجية، وبالتالي برضه سكتات قلبية أو أمراض قصور الشريان التاجي. كل ده ممكن يحصل مع الإيه؟ مع ضغوط. طبعا لو حد كمان عنده عدم انتظام في ضربات القلب او مشكله في القلب بشكل من الاول، ده طبعا عرضه لتاثير الضغوط بشكل اكبر من غيره. تمام. فقد تكون دي واحده من اهم الاسباب اللي ممكن تخلي القلب يتاثر بالضغط. يعني انا افهم من كده ان انا الشغل مش بس بتاعي والضغط اللي بتعرض له ده، والمدير اللي بينكد عليا، والشخص اللي وزمايلي اللي في الشغل اللي ممكن يكونوا معصبيني او علاقتي بيهم مش قد كده، ده كله ممكن يؤدي ان انا اقع من طولي ده كده محدش هيعيش؟ ولا هي محتاجة ان الضغط ده يكون فترة طويلة، محتاجة ان يكون الاسباب اعنف شوية من اللي احنا متعودين عليها؟ طبعا ما نقدرش نوحد الكلام، انما نقدر نقول ان الناس بتستقبل الضغوط بطرق مختلفه. يعني اللي انا اقدر استقبله كضغط انت ممكن تشوفه مش ضغط، غيري ممكن يشوفه ضغط كبير. فاحنا مش زي بعض في استقبال الضغوط. فالاصل في الضغوط ان كل واحد بيستقبل المعنى بطريقه غير التانيه. الحاجه التانيه طبعا لو احنا بنتكلم على ضغط حاد، حاجه فجاه حصلت، ده غير ضغط مزمن او بيحصل بطريقه مزمنه او مستمر. كل واحد من دول ليه تاثير غير التاني. فلو هو ضغط حاد اكيد ده ممكن ياثر ويؤدي لارتفاع ضغط الدم وزياده في ضربات القلب. فلو واحد عنده عرضه او مشكله في القلب طبعا ممكن يتاثر بسرعه ويحصل وفاه لحظيه. انما الضغوط بشكل مستمر ممكن تاثر على القلب بالطريقه اللي انا قلت لك عليها. كمان الطريقه التانيه ان الالتهابات اللي ممكن تحصل نتيجه ضعف المناعه وزياده معدل البكتيريا اللي ممكن تعدي من الجهاز الهضمي، لان احنا بنتكلم على ان الضغوط بتخلي الجهاز الهضمي بنسميه ليكي جت، فتخلي الالتهاب بيحصل في جدار الجهاز الهضمي، وبالتالي البكتيريا بتدخل في الجسم، والبكتيريا دي بتثير المناعه. والمناعه دي قد ينتج عنها تفاعلات في الجسم مختلفه، التهابات في حتت مختلفه، الاوعيه الدمويه واجهزه مختلفه والاعصاب وحتت تانيه في الجسم. فبالتالي تبدا ظهور الامراض. كله بقى مين هيظهر له مرض ايه، كل واحد واستعداده الوراثي واستعداده لاي نوع من الامراض. لكن نقدر نقول، وانا دايما بقول الكلام ده، ان الضغوط اصل كل الامراض. يعني احنا كلنا سمعنا عن واحد زعل فعرف انه عنده ضغط، زعل فجاله السكر، زعل فاكتشف انه عنده ضربات قلب مش منتظمه، تمام، حط في موقف جاله قولون عصبي وفضل عنده، او جات له نوبه ربو. سمعنا عن كل ده. دايما البدايه الضغط ممكن يبقى موجود حتى في الامراض الصعبه. يمكن كمان انا كان عندي الحظ ان انا اشتغلت في مستشفى 57 57، واقدر اقول لك ان الاورام، ودي حاجه ممكن الناس ما تتخيلش انها تبقى مرتبطه بالضغوط، مرتبطه بالضغوط. قصص الاطفال وازاي المرض بدا عندهم، كتير قوي منهم بيبقى فيه ضغوط او تغيرات في البيت قبل ظهور المرض. وانا اقدر افسر لك ده برضه. احنا زي ما قلنا ان هرمون الضغوط هو الكورتيزول، والكورتيزول في الجسم بيضعف المناعه. وبالتالي لما المناعة بتضعف ده ممكن يدي فرصة للخلايا السرطانية اللي ممكن تكون بتطلع بشكل طبيعي إنها تكبر وتزيد من غير ما الجهاز المناعي يقدر يتعرف عليها أو يبدأ يشيلها. طب معلش، يعني انا ما اقدرش اعدي حاجه زي كده. وبالمناسبه اللي حضرتك بتقوله ده يمكن انا عارفه بطبيعه دراستي، ان فعلا الضغط ممكن يعمل بنفس الطريقه اللي حضرتك شرحتها دي حتى في الكبار. ممكن يزود احتماليه الكانسرز، ممكن يزود احتماليه الالتهابات وخلافه. لكن ما اقدرش ابقى بتكلم على موضوع يمكن يكون صعب شويه اللي هو الموت نتيجه الضغط، وما اتكلمش على حادثه لسه حاصله قريب وحضرتك اتكلمت عليها، يمكن ان في حد من الموظفين كان شغال وبعدين حصل له ضغط مفاجئ جدا في الشغل، فحصل له انفجار في شرايين المخ. ده نتيجة طبعا ان ضغطه عالي مرة واحدة. بس كمان حصل نزيف في المخ مش نتيجة زيادة ضغط الدم. بالظبط، وده من ضمن الأسباب اللي ممكن تموت. لكن واحدة من الأسباب اللي ممكن تموت تاني وموجودة جدا هي، وبنشوفها برضو، هي الانتحار. ويمكن النهاردة بالمناسبة النهاردة اليوم العالمي لمكافحة الانتحار، فكان لطيف إن احنا نتكلم على النقطة دي ونوعي الناس. لو حاسس إن حد حواليا عنده أفكار انتحارية، وهل فعلا الضغط ممكن يوصلني لأفكار انتحارية؟ ولو ده حصل وانا حسيت ان حد حواليا عنده افكار انتحاريه، ابدا اتصرف ازاي؟
لو احنا بنتكلم على ان الضغط النفسي بيأثر على كل الاعضاء، فاهم عضو هيأثر عليه هو المخ، وبما ان المخ اهم عضو ممكن يتأثر عليه، فالضغوط بشكل كبير مرتبطة بامراض نفسية كبيرة زي القلق والاكتئاب، ودول ممكن اكتر مرضين مرتبطين بالضغط النفسي. يجي بعديهم كمان الادمان، لان كتير قوي من الناس اللي عندهم ضغوط نفسية بيتعاملوا مع الضغوط دي او بيحلوا مشاكلهم بالادمان، سواء من اول بدايه ادمان السجاير اللي برضه هتصعب الوضع في الجسم وتخلي الامور الصحيه اذا كانت الجهاز الهضمي او الجهاز القلب ممكن تتاثر، الى ادمان الحاجات اكتر زي الكحوليات والمخدرات المختلفه. بس انه عشان يتعامل مع الضغوط، الاكتئاب طبعا واحد من اهم اسباب الانتحار، يعني 90% زي ما قلت لك من حالات الانتحار وراها الاكتئاب. ومش شرط المريض المكتئب زي ما يكون الصورة في مخيلتنا دايما ان هو لازم يكون بني ادم معزول، ما بيكلمش حد، ما بيعملش، ما بيشتغلش، قاعد يعيط طول الوقت وما بياكلش مثلا، ما بينامش وباين عليه ان هو مكتئب. لا لا لا، في كتير قوي من المكتئبين عايشين وسطنا وبيضحكوا عادي وبيتعاملوا وبينزلوا الشغل بس ما بيشتكوش، ودول بيبقوا دايما الاخطر، الناس اللي ما بتعرفش تشتكي. ازاي نساعد الناس بقى اللي عندهم ميول للانتحار؟ ده طبعا موضوع كبير جدا، وده محتاج لو احنا بنتكلم عن المساعده، المساعده دي ممكن تكون على اكتر من ليفل. كان في حادثه قريب، ما اعرفش انت سمعت بيها برضه يا دكتور مصطفى ولا لا، اذا كان في طالب انتحر، كان مغترب وبيدرس في كليه الطب بعيد عن اهله، انتحر. سمعت القصه دي صح؟ هو انا سمعتها كذا مره على كذا ليفل، يعني ما اقصدش كده، اقصد ان هي قصه مع الاسف متكرره، مع الاسف بنشوفها كتير بالذات مع الطلاب المغتربين، ان طلبه كتير ما بتستحملش الاسترس اللي بيحصل لها وبتنتحر مع الاسف يعني. ده النقطة اللي أنا بتكلم فيها، يعني أنت كنت بتتكلم إزاي ندعم الناس دي. غياب الدعم واحدة من الحاجات اللي بتصعب الأمور، تخلي المريض المكتئب يحس إن هو لوحده وإن مفيش حل. فإن إحنا نحسس الناس اللي عندهم ميول انتحارية إن إحنا موجودين، وإن إحنا موجودين عشانهم، وإن إحنا نقدر نساعدهم، دي حاجة مهمة جدا. أنا بطلب طبعا من أي حد يعرف إن في حد حواليه مكتئب وعنده ميول انتحارية، إنه لازم يبدأ يتكلم معاه ويسأله إذا كان في حاجة يقدر يساعده بيها، ويسأله إذا كان هو بيروح لخدمة طبية ولا لا، بيروح للدكتور ولا لا، أو منتظم مع طبيب ولا لا. لأن أول خطوة في الحالات دي هو لازم يبقى الدكتور. ما ينفعش يبقى إحنا عارفين إن في حد ما بيننا عنده أفكار للانتحار وسايبينه، بنطبطب عليه ونقول له معلش، أو بنقول له خلاص بكرة الدنيا هتبقى كويسة، أو بنقول له خليك مؤمن. طبعا دي كلها حاجات كويسة، بس مش هتكفي ومش هتعالج المشكلة. لازم مساعدة مهنيه، ولازم كمان ننبه الناس اللي حواليه. يعني لو هو زميلنا في الشغل، لازم يبقى عندنا صله او تواصل مع الاسره بشكل كبير او الناس اللي حواليه، من اللي احنا عارفين ان هم يقدروا يساعدوه، لان مرات طبعا بيبقى جوه الاسره مشاكل او مفيش حواليه ناس كتيره بتساعد، فاحنا بنكبر دايره المساعده على قد ما نقدر. بنحاول نخليه يبقى انجيجد او يبقى يتواصل مع الجهات العلاجيه المختصه، دي حاجات مهمه جدا. وبنفضل نتابع معاه ونقدم له الدعم لغايه ما يوصل لبر الامان. في حالات الخطوره واعتقد الشديده طبعا بيبقى الحل ان المريض لازم يدخل مستشفى. مع الريسك العالي بيبقى الحل طبعا ان مش هنستنى بقى يتعالج بره او نشوف الازمه ايه، لا احنا هندخل المريض المستشفى ونقيمه ونحميه. طبعا هيبقى الهدف من دخول المستشفى في الاساس الحمايه، وجوه المستشفى نقدر نقيم الامور ونشوف خطه العلاج والمساعده المناسبه. اعتقد كمان مهم ان يبقى في خلينا ريسورسز او بعض مصادر الدعم اللي موجوده جوه المؤسسه، يعني اعتقد ده اللي ممكن تكون الخدمات الطبيه او الخدمات الصحه النفسيه اللي بنقدمها المختلفه، تكون ده اللي بتقدمه ان احنا في بعض الريسورسز يلجأ ليها في حالة وجود مشكلة. لو أنا حسيت إن زميلي عنده مشكلة، فأنا هكلم الإمبلوي أسيستنت بروجرام أو الدعم الموظفين اللي موجود إن هو ياخد باله منه، او هتواصل مع مقدم الخدمة الطبية اللي بيشتغل معانا اللي بيعمل ده. واعتقد ده جزء كبير من شغل حضرتك يعني. كون يبقى في حواليك ناس شغاله عندهم درايه ووعي بالحاله النفسيه وان هم ازاي يقدروا يساعدوا الناس، دي حاجه مهمه جدا. وبما ان اماكن العمل واحده من اهم الاماكن اللي بيبقى فيها ضغوط، فبالتالي هي ممكن تبقى اكتر اماكن مرتبطه باضطرابات ومشاكل الصحه النفسيه. فعشان كده احنا دايما بيبقى كلامنا للعاملين والموظفين في مجال العمل، يعني ان احنا ازاي اصلا نعرف نعيش حياة سليمة ما بين للحماية طبعا ما بين العمل وحياتنا الطبيعية. وكمان ازاي نقدر نساعد الناس اللي حوالينا، والمساعدة اولها الوعي. انا ابقى عارف ايه الحاجات اللي انا ابقى عارف اتعامل معاها، ايه الحاجات اللي هطلب مساعدة
المختصين اللي موجودين في المكان او المختصين الموجودين خارج المكان. طبعا تقديم الدعم من خلال الامبلوي اسيستنت بروجرام او برامج دعم الموظفين، دي حاجه مهمه جدا، واكيد هي فيها نقص او مش موجوده في كل الاماكن الكبيره حتى. يعني موجوده على مستويات قليله جدا، بس واحده من الحاجات دلوقتي اللي بقت مطلوبه بشكل كبير. وكمان مطلوب الوعي. انا كمان عاجبني قوي قصة الوعي دي، واعتقد ده الهدف من يعني من البودكاست، ان احنا نوصل للناس ان ده موجود، ان في ناس محتاجة دعم نفسي، في ناس محتاجة مش بس الدعم الفيزيكال او الدعم الطبي العادي اللي احنا بنقدمه في الشركات او الصحة المهنية اللي موجودة. ان مفهوم السلامة والصحة المهنية بيعدي دلوقتي فكرة ان انا احافظ عليك كجسد، ان انا محافظ عليك كجسد كروح وكنفسية. فاعتقد ده برضو من الحاجات المهمة، والوعي ده بيتشكل وبيكبر. وشايفين مبادرات كتير قوي واماكن كتير جدا بدأت تاخد المنهج ده وبتشتغل بيه يعني. طبعا الوعي ده مهم على كذا مستوى، بس اول حاجه فيهم هي ازاله الوصمه، لان الوصمه دي دايما العائق الاساسي لطلب المساعده. يعني الناس بتبقى مكتئبه وقلقانه، او عندها افكار بالانتحار، او عارفه ان عندها مشاكل نفسيه، والوصمه بتمنعها من طلب المساعده. لو جه راح اشتكى لواحد صاحبه، وصاحبه بالصدفه اتريق على الموضوع، خلاص كده الموضوع خلص، عمره ما هيطلب مساعده. فعشان كده الوعي مهم جدا عشان نبدا نشيل الوصمه ونخلي الناس تقدر توصل لمقدمين الخدمه. انا دلوقتي عرفت ان الاسترس ده حاجه صعبه وممكن تموتني. اعمل ايه بقى عشان احمي نفسي؟ ما هو انا دلوقتي انا خايف. انا بصراحه بعد الحلقه دي انا خفت. انا كده معنى كده ان انا بروح الشغل الصبح وبشوف مديري وببدا يحصل لي القلق اللي بيحصل لي كل يوم. ده معناه ان انا بقيت اكثر عرضه ان انا اتوفى، سواء ما جاتليش امراض في القلب، هتجيلي امراض سكتة دماغية، ما جاتليش امراض سكتة دماغية هبقى بفكر في الانتحار. ده اي حد بيسمعنا ده اللي هيبقى ممكن يجي في دماغه. طبعا انا عارف ان الموضوع مش مأساوي قوي للدرجة دي، وان محتاجين مراحل من الضغوط اعلى من كده، او اعلى من اللي احنا بنشوفها كل يوم يعني، وتكون على وقت اطول يعني. لكن مهم كمان ان انا احمي نفسي. فازاي احمي نفسي من الضغوط دي على جسمي؟ ايه الحاجات اللي انا اعملها؟ دايما بنختصر ازاي في التعامل مع الضغوط في 3 كلمات. يعني خليني اقولهم لك. انا ببقى محتاج، خليني اقولهم باللغه العربيه. يعني احنا بنقولهم بالانجلش 3 ار. ريفيول يعني بشحن نفسي او بعيد بحط بنزين لنفسي، وريزولف يعني بحل المشاكل، وريلاكس يعني بسترخي. دول ال3 حاجات المهمين جدا ان انا اخد بالي منهم. ادور على الحاجات اللي تشحنني. يعني لو جيت سالتك انت ايه الحاجات اللي ممكن، لو سالت اي واحد ايه الحاجات اللي ممكن تديك طاقه وتخليك تكمل تبقى مبسوط وانت بتعملها وتديك طاقه انك تكمل اسبوع تاني وتالت في الشغل، ايه؟ طبعا في امثله كتيره، بس احنا ممكن نقول مثلا العلاقات الاجتماعيه ممكن تشحن بني ادمين. لو بقابل واحد صحابي، بقابل ناس بحبهم، اكيد دي حاجه من الحاجات اللي بتشحن بني ادمين. نقدر نقول الرياضه، كتير قوي من اللي بيمارسوا الرياضه يقدروا يحكوا لك عن الموضوع ده، قد ايه هم بيشعروا بالسعاده، او قد ايه الرياضه بتخليهم يساعدوا نفسهم في ان هم يشتغلوا بشكل احسن. ايه تاني؟ الهوايات، القرايه مثلا، في ناس غاويه قرايه. المزيكا. ممكن المزيكا طبعا، كل الحاجات دي، والمزيكا ممكن تشحنك وتساعدك على الريلاكسيشن في نفس الوقت. بس اكيد مش المزيكا الجديده يعني. مزيكتي اهدى شويه. انا صح. هقول سر، بس انا عشان بركب مع دكتور احمد ساعات العربيه كتير يعني. هو من الناس اللي لما تركب معاهم العربيه ذوقنا تتبسط كويس جدا واحد. جدا جدا الحمد في لله. المزيكا جدا. فانا دايما هدور على الحاجات اللي تشحنني. كل واحد بقى عنده حاجات مختلفه عن التاني، بس يعني طبعا في حاجات كومن لازم يبقى في جزء من يومي للانشطه اللي بتشحنني وبتديني طاقه. الليفل التاني اللي هو ريزولف او البحث عن حلول، ان انا ابدا ما اسيبش المشاكل تتراكم عليا. يعني انا دايما بقول للناس ان كل مشكله ليها 100 حل. اكيد ال 100 حل مش كلهم الحل المثالي، او ما فيش منهم الحل المثالي، لكن الهدف هو ان انا افكر واوصل للحل الانسب. والحل الانسب ده بيختلف من واحد للتاني على حسب المعطيات بتاعته، وبيختلف من موقف للتاني، ومن زمن لزمن، ومن مكان لمكان. فعشان كده دايما الحل المثالي مش موجود. كل ما بيبقى عندنا آليات لتعلم حل المشكلات، كل ما ده ما بيقلل إحساسنا بالضغوط. ومن هنا يجي بقى فكرة في مجال العمل، لو احنا بنتكلم على دور الامبلوي اسيستنت بروجرام، هيبقى هدفه بشكل كبير هو مساعدة الناس على إيجاد حلول للضغوط اللي ناتجة عن العمل. فدي حاجة لو موجودة في الشغل، يبقى احنا ساعدنا الناس إنها
ريزولف. طبعا لو كمان في الشغل عندنا مكان نقعد فيه نعمل سوشيال لايف واجتماعيات ونتقابل وناكل ونشرب، يا سلام. لو عندنا جيم نلعب رياضه، يا سلام. لو عندنا مكان او وقت بنشغل ميوزك او حاجه بقى، كمان عندنا حاجات ايه بتشحن. يبقى فاضل ايه؟ نريلاكس. نريلاكس دي ليها كذا طريقه طبعا. احنا الثقافه عندنا في مصر بشويه بعيده عن فكره ثقافة الريلاكسيشن، لكن أكيد العالم الغربي بيقدر الريلاكسيشن أكتر مننا بكتير. صح يا دكتور مصطفى ولا إيه؟ والله وفي مصر هل برضو احنا عملت أي عندنا تمارين برضو ريلاكسيشن؟ عندنا مفهوم هل الريلاكسيشن عملت أي تمارين ريلاكسيشن قبل كده؟ عملت طبعا بريسنج تكنيكس احيانا، وعملت البروجريسيف ماسل ريلاكسيشن. انا جربت كذا حاجه منهم، بس هقول لك على حاجه. بس بما إنك جبت سيره مصر، يعني احنا عندنا بس مفهوم الريلاكسيشن غالبا منحصر في فكره الانتخه. لكن اكشلي ان انا أيوه. لو انتخت ده مش غالبا ان هو ماشي، هو ممكن يكون شكلي ريلاكست، لكن الريلاكسيشن الحقيقي بيجي من اني طبعا أنت افصل دماغك دماغي. شغالة، أنت بتفصل بالظبط. دماغك بالظبط كده. ما أعرفش، أنا كان عجبني طبعا محمد صلاح كانت مستضيفاه في حلقة السيدة إسعاد يونس، ما أعرفش أنت اتفرجت عليها ولا لأ. كان بتسأله انت بتتصرف ازاي مع الضغوط قبل الماتشات وان الناس كلها مستنية منك انك تنزل تجيب جون؟ ممكن تقول لنا ايه الروتين بتاعك؟ محمد صلاح قال لها ان هو من الحاجات اللي بيعملها انه طبعا ما بيتابعش السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا بتحط عليه ستريس، فهو بيتجنب الاشياء اللي بتعمل عليه ستريس على قد ما يقدر. وقال لها انه بيقعد قبل الماتش يعمل ريلاكسيشن تكنيك، عنده مكان في البيت بيقعد فيه يغمض عينه وبيعمل تمارين التنفس لفترات طويلة. فدي واحدة من الحاجات طبعا اللي ايه، واللي انا اعتقد انها واحدة من اسباب نجاح محمد صلاح، انه يتعامل مع حجم الضغوط الكبيرة دي. فاكيد هو عارف ازاي يتعامل مع الضغوط. منطقي جدا، منطقي جدا. هنا برضو احنا نقدر نقول يا دكتور مصطفى ان التعامل صح مع الضغوط مش بس بيحميك، بيحمي جسمك من الامراض، انما كمان بيساعدك انك تحقق اكبر بيرفورمانس في العمل. ياما شفنا ناس موهوبه وعندهم قدرات كبيره، وللاسف تعاملهم المنقوص مع الضغوط اثر بشكل كبير على ادائهم وخلاهم ما يحققوش او ما يوصلوش للي هم عايزينه. صح جدا، صح جدا. اعتقد ان الثري ارز او الثلاث ارات اللي احنا قلناهم في الاخر، اللي هم ريفيول وريلاكس وريزولف، اعتقد ان دول هيبقوا احسن تيك هوم مسج نقدر ناخدهم للناس. ان انت من فضلكم حاول تشحن نفسك على قد ما تقدر، حاول تحل مشاكلك على قد ما تقدر بالطرق وبالاساليب العلميه، وحاول تريلاكس بجد وتفصل بجد عشان تقدر ترجع تاني لشغلك، وعشان تحمي نفسك طبعا من كل الحاجات اللي احنا ممكن نكون قلناها في الاول. ومعرفش حضرتك خدت بالك ولا لا يا دكتور احمد، حتى مودنا وطريقة كلامنا احنا الاتنين اختلفت. يعني لما كنا بنتكلم في الاول على المشاكل اللي ممكن تكون بتحصل، كنا يعني تعبانين كده، انما لما بنتكلم ده في الاخر حقيقي. بدأنا ده نفوق. حقيقي. يعني عشان والواحد بيحكي عن الامراض وعن المشاكل كانت بتجيب له ناس هو شافهم، ودي حاجه مزعجه جدا. فاعتقد ان دي برضو واحده من الحاجات اللي الناس ممكن تاخدها. انا هتكلم شويه بايجابيه، يعني انا اشوف احط نفسي في موقف ايجابي، مش شرط ان انا ابقى طول الوقت شايف الحاجات السلبيه اللي في شغلي وفي حاجاتي. يعني دكتور احمد، اتس اولويز ا بليجر، ومبسوط ان انا شفتك او ان احنا ما كنا مع بعض في البودكاست، وان شاء الله مش اخر مره يعني. وبشكرك شكر جزيلا، وبشكر كل الناس اللي بتسمعنا، واتمنى تكون الحلقه عجبتك وبسطت معانا يعني. جدا انت مصطفى، ومتابع جيد لكل البودكاست بتاعتك، وبشجعك على المجهود الكبير. انت عامل شغل كبير هيفضل موجود، وهتبقى مكتبة الناس ترجع لها عشان تساعدها انها تعمل شغلها بشكل احسن دايما. شكرا وانا بشكرك ليك. جدا يا دكتور احمد، وبشكر كل اللي بيسمعوا.